عسلامة ومرحبا بكم أصدقاء ومتابعي قناة أسرار مخفية. إثر عملية استعلامية من الحرس الوطني تم الكشف عن شبكة كبيرة للغاية لتهريب العملة التونسية والأجنبية اللي قيمة المحجوز فيها تجاوز 5 مليارات بين عملة تونسية وأجنبية، بالإضافة إلى أكثر من 35 كيلوغرام من الذهب الخالص المهرب، واللي قيمته نسبة إلى سوق الذهب العالمية توصل حتى 4.7 مليارات بالعملة التونسية. وتتمثل المعلومات اللي أفادت بها فرقة الحرس الوطني أنه أحد الأشخاص المقيمين بالخارج تحصل على المبالغ هذه وكمية الذهب بواسطة التهريب من ليبيا، وقام بوضعهم في ضيعة كبيرة كانت على ملكه، واللي بعد الأبحاث تبين أنه مفتعل الجريمة هذه كان عضو في أحد شبكات التهريب الكبرى، واللي كان من المفترض أنه الفلوس والذهب هذوما كانوا باش يتهربوا عن طريق البحر نحو السواحل الأوروبية. لكن والحمد لله تم التنسيق مع النيابة العمومية من الحرس الوطني اللي قاموا بمداهمة الضيعة هذه وحجز كل المبالغ، رغم أنه الجاني بقي حر الطريق وتتم مطاردته في انتظار القبض عليه. في آخر الفيديو ما تنساوش تعملوا لنا إعجاب واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد.